لو انت طالب اي اس تي وعندك مشكله في درس اسمه الراديكال وخاصه الموجود في سيكشن 3 او سيكشن 1 اللي هو without using calculator، عايز اقول لك في تريكايه قويه جدا جدا، تعال تبص معايا فيها وازاي ما تقدرش تستخدم فيها كالكوليتر وتستخدم فيها عقلك. الموضوع هيكون سهل جدا بالنسبه لك. بص معايا، يلا بينا. بص بقى يا سيدي، انا هنا عندي روت ال 9 ماينس روت ال 8 كلها اندر سكوير روت. ازاي انا هنا في اللقطه اللي زي كده احاول بقدر الامكان اوصل للفاينل ريزلت بتاعتها without using calculator؟ بص الموضوع سهل قوي. لو انا قلت لك روت ال 9 بكام؟ روت ال 9 كلنا عارفين هيبقى equivalent to 3 ماينس روت ال 8. روت ال 8 دي يا جماعه لو احنا بصينا عليها كده هي عباره عن 4 multiply by 2 under square root، يعني يعتبر روت ال 4 multiply by روت ال 2، يعني من الاخر كده 2 روت 2. يبقى ده عباره عن 2 روت 2. كل ده يتحط فين؟ اندر سكوير روت. جميل قوي. فاكرين بقى حاجه مهمه جدا لازم تركز فيها قوي، ايه هي؟ لو انت عندك a بلس البي all باور 2، ازاي دي تتفك؟ طبعا كلنا عارفين هيبقى عباره عن a باور 2 بلس 2ab بلس البي سكويرد. كلام محترم. ازاي احول الشكل ده للشكل دوت؟ بص يا سيدي، اولا 3 دي ممكن تقسمها ازاي؟ 1 وتقسمها 2. خلاص كده. وهنا هتحط ماينس 2 روت 2. اللي حصل ايه بقى؟ ان انت لما قسمت دوت زي ما حضرتك شايف كده، قسمته 3 وقسمت هنا 1 و2، اللي هيحصل ان حضرتك ده يعتبر انا ممكن اعمله بيرفكت سكوير تراينوميال زي ده بالظبط. ازاي؟ اللي انا بقول ان انا ممكن اخد سكوير روت لده وسكوير روت لده واكتبه جوه براكت. يعني اعمل ايه؟ يعني اقول 1 ماينس روت 2 بس اول باور 2. لو انت فكرت كده 1 تايمز 1 ب 1، وهنا هيبقى روت 2 تايمز روت 2 ب 2، وفيرست تايمز سكند تايمز 2 يديك نيجاتيف 2 روت 2. وبالتالي قدرت تحط كل الكلام دوت فين؟ اندر سكوير روت. لما تيجي تحط ده اندر سكوير روت فمين يروح مع مين؟ هتلاحظ ان ده هيروح مع دوت، هيتفضل ناتج 1 ماينس روت 2. وبما ان اوريدي 1 ماينس روت 2 دي المفروض يعتبر اصغر من الزيرو، وبالتالي لازم انا هنا في اللقطه اللي زي كده احط ده في الابسوليوت فاليو. فالانسر ما تطلعش 1 ماينس روت 2، والمفروض تطلع ابسوليوت 1 ماينس روت 2. او بمعنى اصح عشان تبقى بي اكيوريت ممكن تكتب كده روت 2 ماينس ال1، وهو ده الصح. وبالتالي اوفر ان اول ليه انا عملت الحركه زي كده؟ لان لما يكون عندك سكوير روت ما ينفعش اكتب 1 ماينس روت 2، لان الناتج هيطلع لك بالنيجاتيف. لان طبيعي جدا لو ده ال1 ده روت ال1 ماينس روت 2 فالناتج هيبقى نيجاتيف، لكن لو روت 2 ماينس ال1 الناتج هيكون بوزيتيف. فلو انت حطيتها في الابسوليوت صح، حطيت روت 2 ماينس 1 الكبير ماينس الصغير برضه هيكون صح. اعتقد دي مساله فيها تركايه محتاجه تركيز عالي جدا جدا جدا. وبالمناسبه خليني اشرح لحضرتك الاكزامبل ده، ولكن في المره الجايه ان شاء الله حاول بقدر الامكان تحل الاكزامبل ده عشان فيه فكره رائعه جدا 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 جدا. اللي هيعرف يحلها هياخد حصه كومبليتلي فور فري. بس ابعت لي الستبس على الواتساب اللي هو هيظهر لك دلوقتي، واعتقد يبقى شيء مفيد جدا لكل اولادنا وبناتنا. المساله دي فيها تركايه حلوه قوي، لو تعرف تجيبها رائع جدا جدا جدا. Maths House Institute for American Diploma.